فناء خلفي عادي يخفي سراً عمره 3000 عام. واو، كنز حقيقي. لا، إنه مميز. إنه مميز، إنه شعور قديم. حسناً، اغسلوا يديك. العشاء جاهز تقريباً. هذه شجرة جميلة يا ليو، لكن أحياناً أجمل الأشياء تخفي أحلك الأسرار. يجب أن تكون حذراً أين تحفر. لقد رأيتك تحفر في وقت سابق. هل وجدت أي ديدان مثيرة للاهتمام؟ شيء أفضل من الديدان. من قرب الشجرة القديمة؟ هذا مكان مميز جداً. برونو، العربة لا تملئ نفسها. ماذا وجدت هذه المرة؟ حبة سحرية؟ انظر. به خطوط، كأنها خريطة. انظر ماذا وجدت يا جدي. إنه مجرد حجر. ارمه بعيداً، لدينا عزل. إنها صخرة. توقف عن الحلم يا فتى. هذا هو العمل الحقيقي. هذا هو المهم. لم أصدق قط أنه موجود بالفعل. إنه يعمل يا أبي. الله. اذهب وأزل الصخور من القطعة الخلفية. تعلم ما فائدة يديك. ما بدأ للآخرين كخردة لا قيمة لها. أبي، يجب أن ترى هذا. هل أنهيت واجباتك؟ انسى الواجبات. أبي انظر. قطعة خردة.
أرمها. لا، إنها ليست من هنا. لا تفعل. سوف تخدشه. نوع من كربيد التنجستن مطلي. كان يتوهج في المحجر. آدم، اسمعني. إنه مجرد. إنه يفعلها مرة أخرى. كيف سنكتشف ما يعنيه هذا؟ الله. لكن سؤالا واحدا ظل يراصده: ماذا لو؟ مستحيل. لا يمكن. من تلك الفترة. ماذا أحضرت لنا اليوم يا دكتورة؟ سيدي، هذا الاكتشاف. آمل ألا يكون مضيعة. يا سيدي، إنه من العصر البرونزي المبكر. العلامات قطعية. إنه حطام بناء يا نورة. ليس لدينا ميزانية لهذا. لكن الإمكانات. هذا قد يكون اكتشافاً كبيراً. لكن النسائج حاسمة يا دكتور. لا يمكننا تجاهل الآثار التاريخية. تم إغلاق القضية. تمت الموافقة على رخصة البناء. دعي الأمر. هذا مجرد كيس قديم آخر يا دكتورة. ليس لدينا الوقت. هذا ليس مجرد كيس. هذا هو المفتاح. وجدته. هذا اكتشاف مذهل يا نورا إنه يغيرنا كل شيء الموقع ليس حطام بناء، إنها حالة طوارئ تاريخية. هذا تمرد، هوس، ليس لديها دليل قاطع. دليلي عمره 3000 سنة. تصريحك سيدمنه إلى الأبد. اوقفوا البناء فوراً. امنحوا الدكتورة نورة كل ما تحتاجه. شكراً معالي الوزير. كانت النتيرة النهائية صدمة للجميع. أكثر من 1500 قطعة أثرية نادرة يعول تاريخها إلى العصر البرونزي. تتدخل السلطات ويصل العلماء إلى فناء المنزل الخلفي. هل قالت شيئاً؟ سيدي، إنهم لا يخبروننا بأي شيء.
إنه بيتي، ملكي. إنه موقع فيدرالي الآن يا سيدي. من فضلك ابتعد عن النافذة. اجلس والتزم الصمت. غير مسموح لك بالمغامرة. ما هذا؟ التل. ببطء، بمستوى المثالي. اذهب. ببطء، بمستوى مثالي. خلصت؟ ايدي وجعتني. لحظة بس، الشغل ده محتاج تركيز. كن هادئا يا سامي، الصبر يكشف التاريخ. الصبر لا يسدد ديوننا يا أبي. ماذا فعلت؟ هذا ليس عمل عائلتنا، هذا شيء آخر تماما. نحتاج إلى رافعة، شيء قوي. كيف نفتحها يا أبي؟ يجب أن نعرف ما بداخلها. مفيش فايدة، ده مصدي ومقفل. لا، لقد صومم ليبقى. فكر، ادفع، ثم حرر. استمع إلى النقرات. انظر إلى هذا النور. هل وصلنا أخيراً؟ لم يكن شيئاً واحداً فحلب، لقد كانوا كنز أسطورياً. إنها مجرد رسمة قديمة يا بني. لا، لقد تركتها لنا. علينا أن نرى ما هو موجود هناك.
All right, go get the trowels. ربما كان هذا مكانها المفضل فحسب. خالد، الوقت اتأخر. لازم نوقف. ما في شي هون حبيبي. The moment they started digging, the impossible began to appear. حفظ رائع. تكوين التربة كان مثالياً. إذن هو أصيل من ثقافة أونيتيتس؟ بلا شك العصر البرونزي المبكر، عمره أكثر من 3000 سنة. واو. هذا ليس مجرد كنز سيد شميدت، إنها قطعة من أقدم قصصنا. العملية محددة بوضوح في اللوائح. وفقاً للفقرة 12 يحق للدولة حق الشفعة، مما يعني أن هذا قد يستغرق بض الوقت. تعلن الدولة رسمياً المطالبة بالملكية كما هو معتاد بموجب القانون. ورنسومة البحث المنكرة فلئة. لقد اختتمت لجنة التقييم تقييمها. ماذا يعني كبير سيد بيكر؟ أنت لم تقرأه. إنها مجرد كلمات يا آنا، مصممة للتشويب، لتجعلنا نشعر بالصغر. وهل نحن كذلك صغار؟ إنهم يملكون كل الأوراق. لقد كانوا كذلك دائماً، ونحن نجد التاريخ وهم يحتفظون به. إنه حقنا يا أبي، القانون يقول ذلك. القانون مذاذ يا ليو، بناه رجال مثل بيكر، ليس لنا. يا سيد بيكر، نحن لا نطلب إحساناً، هذا ملك عائلتي ونحن نطالب بحقنا. إذن هل نحن متفقون؟ لمنك 30 عاماً قمت بتدريس التاريخ، قصة ملوك وحروب وأحداث بعيدة. لم أصدق قط أنه يمكن أن يصل ويلمسك. اكتشاف يغير حياة عائلة. وفقاً للقانون الألماني يحق لهم الحصول على مكافأة مالية. تم كل شيء. سنتصل بكم قريباً. شكراً جزيلاً لك سيد بيكر. كم صندوق كمان بس يا يوسف، وبعدين نبقى خلصنا النهارده. ده كله كراكيب قديمة، مش زي كنوز المتحف. انتبه! أنا لم أرى هذا الصندوق من قبل، منذ أن توفي جدك. ماذا بحق الجحيم حدث هنا؟ اكتشاف من العلية، صندوق جدي البحري القديم. كيف نفتحها؟ ماذا لو كان هناك كنز بالداخل؟
أنا مش عارف. مفيش مفتاح. هذا القفل إنه لغز. انظر من هنا يا يوسف، ألا يشبه الصندوق؟ إنه جدي. ما هذا الذي يرتديه؟ جدك كان بيحب الألغاز وكان بيحب البحر. انظر إلى هذا، البوصلة. إنها مثل تلك الموجودة على الصندوق تماماً. العقد. انظر إلى الرموز. وجدتها. انظري يا أمي، هذا. إنها ليست مفتاحاً، إنها خريطة، ذكرى. لف المفتاح بالراحة. بيتحرك بالعافية. جدك كان عارف إنك هتقدر. لقد فتح. رائع. ماذا يوجد بالداخل؟ يا إلهي، ما هذا كله؟ إنه ليس ذهبا، إن حياته. كنوزه. قصة حياته. قصة تذكرنا